في عام 2018 و2019 كان في اسم واحد الكل يتكلم عنه، دايلر. وقتها دايلر ما كان مجرد يوتيوبر، كان ظاهرة. أول واحد دخل المحتوى الأجنبي لليوتيوب، يعرف بالضبط إيش يقدم لجيله. محتوى متنوع، رياكشن، فلوقات، مقالب، لكن نقطة التحول كانت في الغناء. صامولي يعني الأغنية اللي كسر فيها الدنيا، أكثر من 80 مليون مشاهدة. صوته، ستايله، حضوره، كله كان مختلف. بس مع النجاح بدأت الأمور تتغير. دخلت ولقيتهم قاعدين بالصالة وكانوا ياكلون على الطاولة. دايلر بدأ يتفاخر بالفلوس، بالسيارات، بالسفرات، وحتى بالبنات. مو بس كذا، صار يرد بأسلوب مستفز على متابعينه، وأغانيه بدأت تبتعد تماما عن القيم، وصار واضح إن الشهرة قاعدة تغير فيه. وهنا بدأت الكارثة، موجة انتقادات غير مسبوقة. الناس قلبت عليه، الإعلام انتقده، حتى أقرب المتابعين صاروا يهاجمونه. وفي عز الضجة وصلنا الخبر الصادم: دايلر انسجن بتهمة تعاطي المخدرات. قضى سنة كاملة في السجن، والكل قال خلاص نهاية دايلر. بس الغريب، خروجه من السجن ما كان مثل ما توقعنا. طلع إنسان ثاني، هدى، واعتذر عن كل شيء صار. قال أنا كبرت وتعلمت، لكن الإنترنت قاسي. ورغم بدايته الجديدة الناس ما كانت مهتمة. مشاهدات بالملايين صارت عشرات الآلاف. ناس كثير قالوا دايلر مات رقميا، بس الحقيقة دايلر ما استسلم. رجع يشتغل على نفسه، بدأ يتعاون مع فنانين كبار في عالم الراب، صور كليبات باحتراف وطور محتواه بشكل واضح. ومع الوقت الناس بدأت ترجع. اليوم دايلر واقف على رجله من جديد، مو بنفس الضجة القديمة، لكن بثبات، بجودة، وباحترام. وإذا في شيء لازم نتعلمه من قصته فهو إن السقوط مو النهاية، لكن الوقوف بعد السقوط هو اللي يصنع الفرق.